بمناسبة المولد النبوي الشريف أنا حبيت أعمل لكم وصفة الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بيها، التلبينة. إيه هي بقى التلبينة وإيه هي الفوائد بتاعتها؟ التلبينة بتعالج حاجات كتير قوي، وأهمها طبعا التوتر والحزن، لأن هي مليانة بمضادات أكسدة عشان فيها دقيق الشعير، وبتقوي جهاز المناعة وبتدي طاقة للجسم ومفيدة للأمعاء وبتهدي القولون وبتظبط كمان سكر الدم، يعني حاجة كده فيها قيمة غذائية عالية. تعالوا بقى أقول لكم الخطوات بتاعتها بسيطة جدا. عبارة عن كوبايتين من المية، وهنحط عليهم ربع كوباية من دقيق الشعير، وهقلبهم على البارد كده لغاية لما الدقيق بتاعي يختفي خالص ويدوب في المية. هرفع الحلة بتاعتي واحطها على نار هادية، اهم حاجة نار هادية علشان الدقيق يستوي براحته قوي وما يبقاش فيها طعم دقيق الشعير واضح، لا او ني، لا يبقى خلاص اللي هو مستوي معايا. بصوا بقى عملت ايه كده الفقاعات الصغيرة دي كده، يبقى هي خلاص كده استوت معايا. هوريكم قوامها بيبقى عامل ازاي في الاخر، عاملة زي المهلبية، يعني هي عاملة زي المهلبية. زي ما قلت لكم القيمة بتاعتها الغذائية عالية جدا، فانتوا ممكن تعملوا سيرش وتقروا عنها وعن الفوائد اللي موجودة فيها. جبت اطباق التقديم بتاعتي عشان اقدمها او احطها فيها. اهم حاجة جدا عايزة اقول لكم عليها، انها لازم تتاكل سخنة او تتاكل دافية عشان بتفصل. لو سبتوها شوية هتفصل كده ومش هتبقى جميلة وطعمها حلو زي ما بتكون كده دافية وطازة كده تتاكل على طول. حبيت ازود القيمة الغذائية بتاعة التلبينة عشان خاطر الاولاد. حبيت احط عين جمل او زي ما بيقولوا الجوز، حطيت كده قطع منه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحط بس عليها عسل النحل، بس انا حبيت نحط كده حبة لوز، وحبيت برضو احط تمر. عليه سيدنا محمد كان برضو بيحب التمر، فحبيت اجمع للولاد الحاجات اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحبها. بعد ما خلاص حطيت بقى اللوز بتاعي وحطيت التمر وزوقتها خلاص، هنزل بقى عليها بعسل النحل كده، وتبقى يعني بصوا تاكلوها فعلا بتريح القلب يعني. واي حاجة طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بيها اكيد هننفذها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم.